كنت بتتكلم مع حد ومرتاحين في الكلام مع بعض، سواء مقدمات لارتباط وعلاقة رومانسية أو صداقة أو حتى اتفاق على شراكة في عمل أو مشروع جديد مثلا. فجأة بتلاقي الشخص ده اختفى وكأنه فص ملح وداب، وكمان بدون أسباب. وبتقعد تفكر إيه اللي حصل وفين الغلط، لدرجة إنك بتشك في نفسك. طب تعالى ما أقولك. أولا، مفيش حاجة اسمها بدون أسباب، ولكن الأسباب هنا بتبقى مختفية ومجهولة عنك انت، علشان انت اللي وقعت ضحية في علاقة أو تعامل مع شخص بيتخذ أسلوب الشبح أو الشبحية في العلاقة. يعني إيه الكلام ده؟ دي ظاهرة اسمها الجوست أو الجوستنج، بتستخدم لإنهاء أي تواصل أو أي علاقة. والظاهرة دي مش جديدة على فكرة، هي قديمة جدا، لكن أصبحت ظاهرة دلوقتي أكتر من زمان بسبب سهولة التواصل الحديثة، سواء الموبايل الإنترنت. وكل ما بيكون سهل التواصل مع بعضنا البعض، برضو بيكون أسهل ما يكون عدم التواصل أو إنهاؤه ببساطة شديدة جدا. وكمان ملاحظة اللي بيتجاهلك عن قصد. مصطلح الجوستنج أو ظاهرة الشبح دي نشأت في سياق المواعدة، إنهاء العلاقات اللي هي رومانسية أو الارتباط الغير رسمي في بداياته أو حتى في منتصف العلاقة. لكنه ما بيقتصرش فقط على العلاقات الرومانسية، لا، ده بيتم استخدام الحركة دي اللي هي الجوستنج في جميع التعاملات، تعاملات كتير لو قدر يستخدمها، يعني زي الصداقة وبعض علاقات العمل بنفس الطريقة، لدرجة إنه تقريباً بقى نهج في بعض العلاقات المهنية. يعني مثلاً بعض أصحاب الأعمال بيبقوا معتمدين على الموظف وفي اتفاق مسبق، وفجأة ينقطع عن العمل بدون أي إنذار قبلها، وفجأة برضو ما يعرفوش إن هم يتواصلوا معاه ويلاقوا كل حاجة خاصة بيه كتواصل أو رقم تليفون أو اختفت. طبعاً ده بيكون في مجالات معينة، خاصة اللي شغالين في مجالات الإبداع الرقمي والتكنولوجي والمعلوماتي، ودول برضو بيكونوا من جيل الألفية الجديدة أكتر من الجيل اللي قبلهم، علشان بيساعدهم في ده سهولة وسائل الاتصال وبرضو سهولة قطعها فورا. يعني موظف شغال في المجال ده مثلا بيتصرف ازاي؟ بيهرب لو لقى مصلحة أفضل أو حس إنه مش مرتاح مع الناس اللي شغال معاهم، وبدل ما يقولوا إنه هيمشي بيمشي وبيمنع التواصل ويقطعه تماما. نيجي بقى للي بيعمل كده ليه؟ يعني هنقول بعض الأسباب على سبيل المثال لا الحصر. بالنسبة للشخص اللي بيستخدم الجوستنج في إنهاء العلاقات، هو بيفضل يعمل كده لأنها طريقة سريعة وسهلة لإنهائها بشكل فوري، ما فيهاش بقى دراما ولا نوبات هستيرية ولا أسئلة كتير قوي مطروحة ولا أي احتياج لتقديم إجابات أو تبريرات لسلوكياتهم دي، ولا حاجة كمان لمراعاة أو التفكير بمشاعر الطرف الآخر اللي هو عمل فيه كده وأنهى العلاقة واختفى بدون أي مبررات أو مقدمات. بنتكلم هنا عن علاقات طبيعية ومش علاقات عنيفة أو سامة. طيب بالنسبة للطرف الآخر اللي بيبقى وقع ضحية لحركة الاختفاء دي، إيه بيحصل له؟ بيبقى جواه شعور عميق باهتزاز الثقة في نفسه وانعدام الأمن والأمان في أي علاقة، وبيفضل يفكر هو في إيه حصل وفين المشكلة وهو غلط في إيه، وبيدخل في دوامة عشان يفهم سبب الاختفاء الغامض والغير مبرر، وبدون حتى ما يفهم، وبيفضل يدور على الشخص المختفي ويتابعه في أي مكان يقدر يوصل بيها عن طريقه لأي معلومة، زي وسائل التواصل الاجتماعي كلها وأصحابه اللي كانوا مضافين عنده، عشان يفهم حاجة عنه أو يعرف أي حاجة تساعده على فهم ليه ده حصل. طيب نيجي بقى لليه. إيه اللي بيخلي إنسان يختفي بالشكل ده؟ وده يخلينا نصنفهم لأنواع اللي بيتصرف كده، الشبح ده. وطبعا بيختلف أنواعهم على حسب الأسباب وعلى حسب شخصياتهم. أولهم الشبح اللي هو المتجنب، يعني إيه؟ اللي هو هراب، ده اللي بيهرب من أي حاجة صعبة وفيها تحمل مسؤولية أو نوع من أنواع الالتزام بالنسبة له، وخاصة المواجهة، وإنه يقول إنه هينسحب أو مش قادر يكمل أو مش عايز يكمل، لأنه عارف إنه أي كلام هيقوله هيبقى تقيل عليه قوي الرد بتاعه، وعارف إن أسبابه يعني غالباً بتبقى ضعيفة ووقحة، ويعني هتخلي شكله وحش أكتر من اللازم. وطبعاً الطرف التاني هيبدأ بكلام فيه هجوم عليه، وهيتعرض لإساءة
هيضطر إن هو يرد الإساءة بإساءة وهيحصل أذى نفسي للطرفين. ومش كده وبس، أو إنه ممكن الطرف التاني يساعده ويفضل متمسك بيه زيادة عن اللزوم، ويفضل يوجد له أسباب إن هو يكمل معاه أو إن هو يعمل الحاجة اللي هو عايزه يعملها، وهو خلاص أخد قرار مش عايز يكمل تاني. وفي أسباب تانية أهم اتوجدت له ومصلحة أكبر، سواء بقى في مشاعر مع وجود شخص بالنسبة له أفضل في نظره، أو في تعاملات مادية وشغل وفرص أفضل، وعليه إنه يختفي من غير ما يبرر ولا يدي حتى إنذار، لأنه دايماً بيكون عنده جوانب خفية كتيرة في حياته ما بيطلعش عليها الطرف الآخر، ما بيقولوش على حاجات كتيرة عنه، وبيبقى عامل حسابه إن التعامل ده دايماً مؤقت، مش على طول، مش هيستمر كتير، ووقت الجد ووقت المصلحة هيختفي، وعارف إزاي، وتبقى خلصت، والتاني بقى مش مهم كلها يومين وينساه، أو يدور على حد غيره يقوم بالمهمة بتاعته ويسد مكانه. في نوع تاني بيبقى كسول، الشبح الكسول، وطبعا دي معروفة مش محتاجة شرح كتير، بيكسل يقول أي حاجة، بيكسل يشرح حتى ظروفه أو أسبابه، وبيبقى شايف إن الكلام مضيعة للوقت وهيبقى فيه برضه هيسبب مشاكل، وبرضه ما بيبقاش عايز يوجع دماغه ولا يسمع كتير ولا حد يديله فرصة تانية أو إن هو يساعد نفسه أو يساعده أو أي حاجة. بالنسبة له الكلام مضيعة للوقت، ومش لازم أتكلم وأعرف غير ظروفي أو إيه اللي حصل أو إيه اللي جد، أنا أمشي وخلاص من غير وجع دماغ، وعادي برضه مش مهم، هينسى أو هيتصرف من غيري، الدنيا ما بتقفش على حد. وفي بقى النوع الثالث، النوع الأناني، الشبح الأناني، ما عندوش أي مشكلة إطلاقا في الطرف الآخر هيحس بإيه أو بيحمل همه، ما بيحملش همه هيتعرض لإيه بعد ما يمشي ويسيبه فجأة في نص الطريق من غير ما يعرفوا أي حاجة. هيتأذي بقى، هينهار، عمله هيقع، هيتعطل، أيا كان. النوع ده بيبقى متفق على حاجات جادة ومأكد إنه هيستمر وهيقوم بكل اللي عليه، ويعشم غيره ويطمنه ويخليه يثق فيه، وفجأة بخ بوف اختفى، مش مهم خالص أي حاجة تحصل بعد كده، ومش مهم النفسية ولا الموقف المحرج، من الآخر ما عندوش ذرة ضمير. وفي نوع رابع، النوع ده اللي هو بيبقى نصف شبح نص نص، يعني يختفي فجأة ويغيب وبعدين يرجع فجأة، بيحب دايما يسيب لنفسه الباب موارب والخيارات مفتوحة، يعني بالبلدي كده رجل ورا ورجل قدام، أو ماسك العصاية من النص، يغيب فجأة ويتصرف تصرفات غير مبررة، وبعدين يرجع معاه مليون سبب وتبرير وحكاية، إنه كان في ظروف أو في حاجات منعاه أو في شغل أو حالة نفسية أو أزمة، أيا كان، المهم دايما عنده حكاية وقصة ومبررات يقول بيها هو كان غايب ليه، على الطرف الآخر إنه هو يقدر ويستقبله بالترحاب ويغفر له الغياب ده كله من غير سبب. بالرغم إن تصرف الغياب والاختفاء المفاجئ من غير أي حتى رسالة ملوش أي مبرر منطقي وعقلاني أو ليه سبب مقبول، وهو برضه بيرجع بيكرر الاختفاء ده، الشخص ده أو النوعية دي بيبقى متلاعب جدا، ما ينفعش تديله ثقتك بأي حال من الأحوال، يعني اللي بيختفي نهائي ده أرحم منه بكتير، لأن النوع ده المتلاعب بيستنزف وقت أطول ومشاعر وطاقة، وبيدخلك في حيرة ودوامة وترقب وانتظار باستمرار ما بينتهيش. طب إيه الحل بقى في كل النوعيات دي؟ والتصرف يكون إزاي؟ أولاً دايماً الأشباح دي أو المختفون إن الاختفاء ده أفضل حل لإنهاء العلاقة بدون مواجهة وجرح أو إيذاء الطرف الآخر، والطبيعي إن المفروض إن الطرف الآخر هيكون فهم الرسالة والحياة تستمر بالنسبة له وكأن شيئاً لم يكن، لكن الحقيقة عكس ده تماماً. وطبعاً ردة الفعل بتختلف من نفسية شخص للتاني، وبتختلف على حسب تعلقه أو اعتماده أو عشمه وثقته في اللي اختفى فجأة ده بدون أي إنذار. إنهاء العلاقات هو دايماً مؤلم، نهاية العلاقة هي شكل من أشكال الخسارة، واعتماداً على طبيعة العلاقة بيتبعها بعد كده فترة من الحزن والشعور بالفقدان، لكن لما يختفي شخص من حياتك فجأة بيكون الأمر محير جداً، لأنك مش عارف هو بجد العلاقة دي انتهت ولا لأ، وهتفضل متعلق منتظر رجوعه، وهو ممكن يجي تاني في أي لحظة أو هو كان مشغول وهيتصل برضه في أي وقت. غالباً الأشخاص اللي كانوا ضحية للموضوع بتاع اختفاء ظاهرة الشبحية
شعورهم بأنهم تعرضوا للخيانة وفقدوا احترامهم وثقتهم بالناس وبنفسهم، وبيفضلوا يلوموا نفسهم على عدم فهم الإشارات أو على فتح قلبهم لشخص ما كلفش نفسه حتى إخباره أو إن هو يقول له إن العلاقة دي انتهت. عدم التواصل بيخلي الناس سايباهم في مأزق محير للعقل والنفس كمان، ما بيبقاش عارف يتصرف إزاي. الاتصال بالآخرين مهم جدا، بيطور من العقل ومن الدماغ وبيخلي الإنسان عنده نظام مراقبة اجتماعي طبيعي. نظام المراقبة الاجتماعي ده بيعمل إيه؟ بيبقى دايماً بيبحث عن إشارات علشان يعرف إزاي يستجيب في المواقف الاجتماعية، يعمل إيه ويقول إيه ويتصرف إزاي وردة الفعل تكون عاملة إيه. ومن خلال الإشارات الاجتماعية بتنظم السلوك. لكن حركة الاختفاء أو الجوستنج والشبحية بتحرم البني آدم من الإشارات اللي هو متعود عليها، إن هو إزاي يقدر ياخد ويدي ويفهم وإمتى ينفصل وإمتى يغادر ويقول مع السلامة أو يستنى أو ما يستناش. بيحصل خلل عاطفي بيخليه غير قادر على السيطرة في أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية. نيجي بقى لتأثير التعرض للعلاقات أو الاختفاء الشبحي الجوستنج دي، هو نفس تأثير التعرض للرفض أو النبذ الاجتماعي. النبذ يبقى منبوذ، يعني الشخص يحس إنه مرفوض ومش ما فيش حد متقبله من اللي حواليه. وألم الرفض بيشبه الألم الجسدي الفعلي. عشان كده طريقة إنهاء العلاقة عن طريق الاختفاء أو الشبحية أكتر طريقة مضرة لإنهاء أي علاقة، والأفضل التخلي عن الآخر من خلال مواجهة مباشرة. يعني لو عايز تنفصل عن حد لازم يكون عندك الشجاعة إنك تقوله إن الأمر انتهى، يا إما وجها لوجه ده لو استطعت، ولو ما قدرتش مكالمة تليفونية أو رسالة نصية أفضل من لا شيء، وده أضعف الإيمان. الاختفاء من حياة الآخرين هو أسوأ وأجبن طريقة، مش هي دي الطريقة الكويسة أبداً. طيب ونيجي بقى هتتصرف إزاي لو حصل لك الموقف ده من حد؟ يعني لو حد اتصرف معاك بطريقة الجوستنج واختفى فجأة، أول حاجة لازم تتأكد بأن الشخص ده فعلاً ما حصلوش أي مكروه، منعه فعلياً إن هو يعرف يتصل بيك أو يكلمك أو يتواصل معاك بأي طريقة. تاني حاجة، لا تطارد شبحك، ما تطاردش الشبح بتاعك، ما تفضلش تتبعه على طول. بعد ما تتأكد إن هو بخير ما تفضلش تطارده بقى، ولا تبرر له سلوكه ولا تقدم له أعذار. مثلا معلش أصل مامته كانت تعبانة، كان مشغول في العمل جدا، أو عنده اكتئاب. ساعتها أنت بتستمر في مطاردة الشخص مش عايزك، وده هيزود وجعك أكتر. تالت حاجة، ما تلومش نفسك مهما كان السبب اللي خلى الشخص ده يختفي بالطريقة دي. أنت بالتأكيد تستحق إنسان يكون محترم أكتر من كده، ما يكونش جبان وبيقدر التعاملات والعلاقات الاجتماعية بأي نوع منها وتحت أي مسمى. رابعاً، إياك وإياك وإياك تبتعد عن الناس اللي بيحبوك، بل خليك حريص على التواصل معهم دايماً وتقضي معهم وقت أكتر، عشان تتجنب التفكير في الشخص اللي عمل معاك كده وتصرف كده. خامساً، تجنب ملاحقة هذا الشخص، يعني ما تطردوش، ومن الأفضل إن أنت تقوم بحذفه أو حظره، ده إن كان لسه صديق عندك على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بلوك 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 بلوك. والأهم، اوعى تتصل بيه حتى لو كان نفسك تتصل بيه جدا وعايز تعرف السبب هو عمل كده ليه. افتكر إن مطاردته غير إنها كأنك بتحاول إنك أنت تمسك بالظل بتاعك، هي هتقلل منك كتير قوي، تستنزف مشاعرك ووقت أكتر وتفكير كتير ملوش أي لازمة، لأنك خلاص عرفت إن هو مش عايز يبقى موجود في حياتك. ولو قابلته بالصدفة في طريقك في الحياة في أي مكان أو في أي مجال أو في أي نطاق تعامل، اتعامل معاه كأنه هو شفاف، إنك أنت مش شايفه أصلاً، وما توقفش عشان تتكلم معاه. وافتكر إنك أنت قدرت تنجح في تحرير نفسك من قيود الشبح بتاعك، ودلوقتي أنت حر في إنك تدور وتلاقي الشخص المناسب للتعامل معاه. افتكر دايماً إن الدنيا ما بتقفش على حد، والحياة بتستمر. ربنا خلق مليارات على الكوكب ده، فمش معقولة هتفضي كل العالم بتاعك والدنيا كلها علشان شخص ولا 2 ولا حتى 3 قاموا معاك بنفس التصرف ده. ومن استغنى فنحن عنه أغنى. خلص كلامنا في الحلقة دي. كان معكم هند الدالي، واستنوني في حلقة جديدة.